بتخس دهون ولا بتخس وزن ولا ايه بالظبط؟ من الاخر ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنسال نفسنا سؤال: انت بتخس؟ طب خليك صريح معايا، انت عاوز تخس دهون ولا وزن؟ لو فاكر انهم نفس الحاجه الفيديو ده معمول عشانك. في فرق كبير جدا من انك تخس في الوزن وانك تخس دهون. وفي ناس بتخس على الميزان وتفرح وهي في الحقيقه بتخسر عضلاتها مش الدهون اللي في البطن. النهارده بقى هقول لك على اسرار محدش بيقولها لك، يا ريت انا كنت اعرفها من زمان. اول حاجه، ايه الفرق بين خساره الوزن وخساره الدهون؟ بص يا سيدي، جسمك مكون من حاجات كتير: عضل، دهون، عظم، حاجات جوه البطن والامعاء، حاجات في الراس. مش كل ده بيوزن على الميزان ولا ايه؟ يعني انت لما بتصحى الصبح وتطلع على الميزان وتلاقي نفسك خاسس كيلو، مش شرط يكون دهون، ممكن يكون ميه او حتى عضل، ودي كارثه. خساره الوزن اي حاجه بتنزل من جسمك سواء كانت مفيده او ضاره. خساره الدهون الهدف الحقيقي، لان الدهون هي العدو الحقيقي للصحه. طب ليه بعض الناس بتخس عضل مش دهون؟ ناس كتير بتخش على الدايت بطريقه قاسيه جدا، تاكل تفاحيه او بضايه طول اليوم وتروح تتمرن ساعتين في الجيم. ايه اللي يحصل بقى؟ الجسم يبدا يخاف، مفيش طاقه، مفيش بنزين، يقوم يبدا يكسر العضلات اللي في جسمك عشان يطلع منها طاقه. ساعتها هتلاقي نفسك خاسس 5-6 كيلو، بس شكلك بقى اضعف، وبعد فتره الحرق كمان يقل. يعني بدل ما موتت دهون موتت عضل. والمصيبه الانقح، العضلات هي اصلا اللي بتحرق الدهون والسعرات الحراريه. يعني كل ما تخس عضلات كل ما حرق الجسم يقل ويبطأ اكتر. طب ازاي نعرف الفرق؟ وهل الميزان كفايه؟ هقول لك على سر صغير: الميزان ده كداب. لو عاوز تعرف حقيقي انت خاسس دهون ولا عضلات، اولا بص في شكلك في المرايه، مقاس هدومك، مقاس جسمك. بتتمرن، بتقوى، بتحس ان عضلاتك بتزيد، ولا بتحس انك بتروح الجيم وبدل ما تبقى اقوى تبقى اضعف؟ الميزان ممكن يقول لك انك خاسس، بس لو جسمك مترهل او بتتعب بسرعه يبقى في حاجه غلط. طب ازاي نخس دهون ونحافظ على العضلات؟ هنا بقى الخلطه السحريه. اكتب عندك: اكل فيه بروتين كويس، البروتين بيحافظ على العضلات. رياضه مقاومه، ريزيستنس تريننج، مش لازم جيم بس لازم عضلاتك تشتغل. كالوريز اقل من احتياجك بس مش كتير قوي، يعني ما تقعدش تجوع نفسك. نمرة 4، النوم، جسمك بيتصلح وانت نايم، من غير نوم جسمك يبوظ. نمرة 5، الصبر. الدهون وحرقان الدهون موضوع بياخد وقت طويل، مش في يوم وليلة، يعني خليك صبور وما تيأس. الخلاصة المهمة: انت ممكن تكون على الميزان خاسس 2 كيلو دهون، احسن لك 100 مرة من ان الميزان يكون نازل 5 كيلو عضلات. الهدف عمره ما كان التخسيس السريع، الهدف التخسيس الصح. تخسر دهون، جسم متناسق، طاقة أعلى، صحة أفضل. خسارة الوزن السريع، تعب وضعف والوزن يرجع بسرعة تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده سر خسسان دهون ولا خسسان عضل؟ من الآخر.